الله لا يصبح ولا يمسك كل القنوات الإعلامية، القنوات اللي بتصدر لنا ترند بوقت ضعفنا وقلة حيلتنا. انتوا بتصور لي بس انه احنا بخير. احنا من عارضنا في احنا غزة. بنحكي عنكم يا عم، بدنا نساعد نحكي احكي عنكم. عنا يا زلمة، احنا عارضنا. إلنا سنتين بننباد، بنتشرد، بنتجوع، بنتمرمط، بنتبهدل، ومحدش حاسس فينا والكل غاضض بصره عنا. أما هالقد بدهم يرجعونا لصدارة الجيوش والقوة والعتاد والصمود. من سنوات وهم قاعدين بضخموا غزة من خلال الهطل السياسي والخطابات الشعبوية فارغة المضمون اللي ما إلها قيمة ولا إلها فايدة. فطبيعي أن يؤدي فينا في نهاية المطاف إلى استئصالنا والتجارب كثيرة، ولكن إحنا ما بنقرأ ولا بنتعلم. الحقيقة مش هيك والله، اللي ذبحنا بالإعلام خلى العالم الخارجي يعتقد إنه إحنا قادرين نواجه أعتى جيش بعملية بسيطة. أوكي حلوة وبتهون وبترفع معنويات ومش بسيطة بالنسبة لناس بتقاتل بلحمها ودمها، بس مش لازم تصدرونا بهاي الصورة اللي بتخلي مسؤولية العالم منا. استغلوا القضية لأجل المال والشهرة وبنشروا الأشياء اللي بتجيب مشاهدات وترند، أما عن باقي معاناتنا فما بفكروا بنشرها أصلا. فيا جهاتنا المسؤولة فكوكم من القنوات وكلموا قرايبكم اللي موجودين بغزة وبصارع الواقع، اسألوهم، حلونا وانقذوا اللي ضايل عايش، وبكفي هبل.